بقول لك ايه، هي الست عزيزه دي ولا مؤاخذه متجوزه ولا عازبه ولا ايه؟ متجوزه. مادام متجوزه البيوت بقى بتتعرف باسم الستات اللي فيها ولا باسم الراجل اللي انيها جوزها؟ اسمه ايه؟ ممدوح فتوح. ابو الفتوح. الله ينور عليك، بالظبط كده. وعديلة اللي انت بتقول عليها دي تبقى اخت عزيزة اللي هي مرات ابو الفتوح، والراجل الخرنج اللي اسمه ابو الفتوح جوزها ده. عارف ان انتوا هتطبوا عليه كده ولا مؤاخذة؟ وخلصنا بقى العيال نايمين على الشنط. انا بقى الخرنج اللي اسمه ابو الفتوح. وحضرتك الخرنج؟ ايوه انا الخرنج اللي عزيزة وعديلة خلوك تطب عليه في نص الليل من غير ما يكون عنده علم. انا اسف جدا يا معلم، بس اصل الظروف كانت متلخبطه شويه، فاكيد ما لحقوش يقولوا لك. وانا كمان اسف، انا ما اقدرش ابيت راجل غريب في شقتي ولا مؤاخذه الحرمه تفضل رايحه جايه قدامه. انا راجل دم حر. طب ممكن لغايه الصبح بس، واول ما يطلع النهار هاخد الاولاد وامشي. ولاد مين؟ وانا اعرفك منين يا عم الحاج؟ وايه العشم القتال اللي انت فيه ده؟ انا مش عارف انت جايبه منين. بقول لك ايه، خد العيال دي واتكلوا على الله وخلي ليلتك تعدي على خير يا عم الحاج. يا ابو حميد انت صدقت بس ملعوبه. انت ايه صدقت يا راجل؟ ده انا مستنظرك، ده انت حبيبي وربنا البيت كله نور. بقول لك ايه، بس عارف كانت مسخره يعني. انت كنت بتهزر يا ابو الفتوح؟ اصلك دي كانت استغاله وانا بموت في الاستغالات. ناقص يا اخويا. ده